فيديو النهارده جبت لكم حاجه مميزه جدا، وهي افضل قائمه العاب 2D. والصراحه لو انت لسه ما جبتش لعبه منهم يبقى انت مالكش لازمه كانسان حرفيا. روح ارمي نفسك منها. انا عارف ان في ناس بتستعين بالعاب ال 2D، بس دول ناس بيلعبوا ليج اوف ليجند وحوار. الصراحه مش لازم تكون لعبه يعني بجرافيك يحرق جهازك عشان تبقى لعبه بيرفكت. اللي بيخلي اللعبه مميزه فعلا هي اسلوب اللعب والقصص الرهيبه والشخصيات الفخمه وهكذا. وبصراحه كل لعبه في القائمه دي تستاهل وقتك وقدمنا من اول جديد. فلو انت بتدور على العاب ما فيهاش تكرار او قصص بشعه يبقى انت في المكان الصحيح. يبقى جاهز مشروبك خد وضع الجيم. هولو نايت اكتر الالعاب اللي ختمتها فوق 10 مرات من كتر حلاوتها. يعني تخيل كده معايا لعبه الرسم بتاعها فوق الخيال، والقدرات فيها عشان تجيبها لازم تتعب جامد حرفيا جامد. وفوق كل ده كمان النهايه، او هنا اقصد النهايات. اللعبه قصتها حلوه ومنطقيه جدا، وليها 5 نهايات رئيسيه ونهايه سريه. ومن ناحيه الاسرار في اللعبه حرفيا مليانه اماكن سريه كتير جدا، ولكن انت كلاعب مش تاخد بالك منها حرفيا، لان نظام الخرائط في اللعبه دي كبير بشكل رهيب. يعني كل مدينه لها طبعها الخاص واعدائها واسرارها وزعمائها. برضه بخصوص الزعماء بقى فانت هتتمنى انك تعيد فايت كل زعيم حالك، لان حرفيا كل زعيم عنده اسراره وقصه خاصه بيه، وكمان طريقته في الهجوم مختلفه عن كل زعيم. طب نيجي بقى للحاجه اللي مخلينا نطبل اللعبه من الاول كده، وهي حرفيا دول جحيم على ارض الواقع. يعني مبهزرش. يعني تخيل لعبه زي دي خلت ناس كتير على اعصابهم لدرجه انهم منهم عيطوا. وانا منهم عارفين انا بسجل في ده لسه بصيح من جريم. فلو انت بقى ليك في الصعوبه مضروبه في مليون وبتحب تعيط وتصيح كتير فانصحك بقول كاتانا زيرو. من الالعاب اللي الصراحه لما لعبتها كنت بتمنى اعيش قصه اللعبه. الصراحه نفسي اقابل المطور اللي عمل اللوحه الفنيه دي، من ناحيه بقى الرسم والشخصيات او من ناحيه الموسيقى اللي بسببها تسيب اللعبه تفضل تسمعها. يعني بجد كل ده ابداع. ولكن عيبها الوحيد ان قصتها قصيره. يعني باختصار قصه رهيبه جدا، وانا ذات نفسي كنت متعايش مع القصه جامد. ولكن اتفاجئ بخازوق مخري واني ختمتها في 4 ساعات بس. فانا الصراحه ما كنتش مصدق وحاولت اشوف هل ليها جزء تاني وكده، ولكن لا. والمصيبه اني اكتشفت انك تقدر تختمها في 4 أو 5 ساعات حرفيا. بس بصراحه اتمنى ينزلوا جزء تاني. هولو نايت سيلكسون ده الاكت التاني بتاع هولو نايت الاصليه. انت المره دي هتلعب بشخصيه غير النايت، بل انت هتلعب بهورنت وهي تبقى اخت النايت. ولكن بقى انا مش لسه هشرح عن المدن والرسم، بل تعالى بقى نتكلم عن الزومه والصعوبه. حرفيا صعوبه في اللعبه دي كانها هولو نايت الاصليه بس مضروبه في 100. واما بقى الزعماء اكتر حاجه هيخليك تكفر نص ساعه قدام. يعني حرفيا الاعداء العاديين بينقصوا منك قلبين. نفس الكلام على الزعماء. لكن في هولو نايت الاصليه كنت بتنزل ب5 قلوب وبتاخد دامج قلب واحد بس. لكن في سيلكسونج قلبين. وعن موضوع القلوب بقى لو راجل زودهم. هولو نايت كان سهل عليك انك تخلي قلوبك فوق ال10، لكن في سيلكسونج صعب انك تلاقي حتى ربع قلب، ولو لقيت لازم تتكرر بكاس دهب. بصراحه نصيحه مني ولكل اللاعبين هولو نايت، لو انتوا خلصتوا هولو نايت ادخلوا على طول على سيلكسونج. ستاردي فالي هي لعبة محاكاة حياة الزراعة. هي مش مجرد لعبة زراعة خلاص، لا حبيبي. حرفيا اللعبة بتديك حياة كاملة من الصفر. يعني انت بتلعب بشخصية قررت تسيب الحياة والمدن والزحمة والقرف ده كله وتروح تعيش في مزرعة قديمة في قرية غلبانة هادية. هناك بقى تقدر تصلح، تزرع، تربي حيوانات، تكون علاقات، وكمان تتجوز. حرفيا تبني حياة على ذوقك انت. وكل ما تعدي فصول السنة بتقدر تروح مناسبات، تفتح محاصيل وتكون أسرة وهكذا. بتكون القرية تقريبا 28 شخص، في منهم مثلا زي التجار والمزارعين والصيادين. احلى حاجه في اللعبه دي انك بتنزل تحديثات قويه وفي وقت سريع. اللعبه معموله عشان تفصلك عن التوتر، والموسيقى فيها هاديه ومريحه. فلو انت بتحب الروقان فانصحك تلعب اللعبه. دون كيبر انت ممكن ما كنتش سمعت عنها، بس بصراحه اللعبه ممتعه جدا. ولو انت شخص فاضي ودايما رايق وعندك مزاج فاللعبه دي ليه. اللعبه بتبدا عادي بانك نزلت على كوكب بصراحه ما ينفعش تنزله يعني، والكوكب ده مليان بالوحوش. وانت المفروض تعمل ايه في حالتك دي بقى؟ المفروض زي الشاطر تنزل تكسر حاجات. تلاقي بقى حاجات زي العمله كده تقدر تبيع تطور البيت اللي انت فيه، وكمان تقدر تقتل الوحوش بسهوله. بصراحه هي مليانه اسرار كتير، بس تكشف انت مع نفسك. كينجدوم نيولاند اللعبه دي حرفيا بجد انت تنصدم هي ازاي فكرتها بسيطه جدا كده ولكن جامده قوي كده. بتبدا اللعبه بملك راكب على حصان. والصراحه انا لما بفضل العب اللعبه دي بستغرب ازاي الملك ما بيعملش حمام، ولكن اكتشفت انه بيعملها على الحصان. عموما انت المفروض ملك فقير تبدا بفلوس قليله جدا، وانت المفروض تبدا تدور على فلوس وعلى شحاتين في نفس الوقت. يعني انت لما تدي لشحات فلوس هيبقى عبيد عنك، وفي منهم بقى رامي السهام والمهندس والمزارع وهكذا. تقدر تكبر مملكتك اكتر وهتلاقي الناس بدات تبقى عندك وهكذا. لكن ما تفرحش قوي كده لان في وحوش ولاد المملكه بتاعتك. فلو انت بتحب الالعاب بسيطه جدا دي وكمان الجو بتاعها مريح للودان والعين انصحك باللعبه دي. نيونا بيز اللعبه دي حرفيا من كتر انها جامده بقيت افضل عليها بالساعات وبالايام. انا من النوع اللي بيحب الالعاب اللي فيها نيون كتير، واللعبه دي بالنسبه لي حرفيا كنز لانها حلوه من ناحيه الزعماء اللي فيها. كمان فرحت فشخ لما عرفت ان في جزء تاني هينزل ان شاء الله. نصيحه مني انا العب اللعبه دي بجد، لعبه روقان من ناحيه بقى الشخصيات والمهارات. فجربها مش هتخسر حاجه غير انك تعمل دلوقتي لايك واشتراك.
اسكيب سيستس. لو انت كنت حرامي او دخلت سجن قبل كده فاللعبه دي ليك. حرفيا اتعلمت كتير عن السجناء بسبب الواقعيه اللي اللعبه قدمتها عن السجن والمساجين. حرفيا دكاتره فيه، جيم فيه، حمام تستحمى فيه، فطار وغدا وعشاء فيه، تحاول تهرب فيه، خناقات وضرب فيه، تبيع وتشتري فيه، تشتغل فيه، كلاب بوليس فيه، كل حاجه موجوده حرفيا. كمان تقدر تقرا كتب عشان تطور نفسك وتصنع ادوات بالهبل عشان طبعا تعرف تهرب. الصراحه اللعبه دي انا تعمقت فيها جامد واكتشفت حاجات كتير، فنصيحه مني جربها مش هتندم. بي هولدر. لو انت من انواع الناس الفضوليه اللي بتحب تصمت على الناس زي ما فاللعبه دي ليه. انت هتلعب بالشخصيه الزنجيه دي، ولكن هنا بقى انت ممكن شويه وتبدا تشتري كاميرات واجهزه تصنت انتاج عشان تركبهم في بيوت الناس زي وتعرف تدس عليهم من الباب. والصراحه ما اكدبش عليك اللعبه دي انا جربتها يعني زي فانا دخلتها وصفه فاهمه العاب مثلا هاف نايس ديس. عارفين اتقتلت ضحك بس بسبب اسم اللعبه، ولكن صدمت لما جربتها. عارفين كانك بتلعب هولو نايت ولكن الفرق انك بتقبض ارواح. يعني باختصار موضوع القدرات والسحر والزعماء الاقوياء الموجودين. والصراحه انا شايف انهم لازم يخلوا اسم اللعبه دي سواء هولو نايت او هولو نايت كوب. يعني بصراحه هم مش سارقين فكره ولا تصميم، يعني الصراحه اللعبه بيرفكت، فيعني نصيحه العبها. سيريس. بص انا اتكلم بصراحه، انا جربت اللعبه دي لمده نص ساعه ومسحتها، عشان هي وحشه لا، بل عشان ما كنتش فاهمها، شايف انها بتعتمد بس على باركور وكده. وانا صراحه مش من الناس اللي بتحب باركور غير اللي في هولو نايت طبعا. بس انا هقول لك رايي لما جربتها تاني مره. بص المميز في اللعبه دي اللي بيخليها ممتعه وحلوه هي العقبات والصعوبات اللي فيها. يعني كل لما تخلص حته تحس انك عملت انجاز حرفيا. انت بتتعايش مع جو اللعبه بشكل لطيف عادي، والقصه حلوه قوي. في كذا حته هتعلم معاك في باركور كده، لكن انا الصراحه معلش معايا اي حاجه لاني خلاص بس في بين. فدي كانت احسن العاب 2 دي قلتها النهارده، وعارف انت كنت سحبه كبيره جدا، ولكن انا الصراحه بقدر امل القناه بسبب دعم الزفت. ولكن ان شاء الله ابقى معروف في يوم من الايام. ولو حبيتوا اي لعبه من دول اسيب لينكاتهم في سيرفر ديسكورد ان شاء الله تنورونا. فما تنساش تصلي على النبي عليه السلام وتدينا اللايك بتاعك وبس. سلام.